السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. لو في أي حد بتواجهه أي مشكلة فما ترددش يتواصل معانا، وإحنا إن شاء الله بإذن الله نحاول نساعده ونحل له المشكلة بتاعته. والتواصل مع البرنامج وعرض المشاكل هيلاقي كل المعلومات متاحة تحت في صندوق الوصف. وطبعا ما تنساش اللايك والشير والمتابعة والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد لينا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. تعالوا بيقول السلام عليكم، انا عندي ابتلاء ومش عارف اعمل ايه. انا بتكلم هنا من باب الفضفضه. انا المفروض فرحي بعد شهرين. انا حجزت القاعه ودفعت مقدم الفستان بتاع العروسه وخلاص ومجهز كل حاجه. امي وانا واقفين جنب بعض وجهزنا اختي وجوزناها لراجل محترم. ودلوقتي انا وهي بنساعد في جوازتي، وبعد فضل ربنا وانا كمان بابط كويس. والحمد لله اجرت شقه ايجار قديم ودفعت مبلغ كبير وجبت حق الدهب والعفش بفضل الله. للاسف ابويا ابتلاء في البيت، مش بيدي امي مصروف، زهقت طول اليوم بيصرف فلوس على حاجات غلط وستات، وخسر كل حاجه وسمعتنا ما بقتش كويسه. وده اللي خلى امي تشتغل وتعلمني انا واخواتي. والله بتصعب عليا وهي في الشارع، بس عملت محل تجاره ربنا وفقها في تعليمنا. واول جوازه لاخواتي ودلوقتي دوري وفرحي بعد شهرين خلاص. فجأة أبويا طلع عنده قواضي وديون كبيرة، والله ما دخل بيها علينا كلها، ضيعها غلط للأسف. وعنده محكمة قبل الفرح بأسبوع واحتمال كبير يتحبس. أنا مش عارف أعمل إيه، والحل الوحيد إني أبيع كل اللي عملته الفترة اللي فاتت من عمري وأفركش الجوازة بس عشان أنقذ أبويا وسمعة إخواتي البنات اللي ما اتجوزتش لسه. أنا 4 سنين بحوش بس مش مهم كل ده. أنا مش عاوز حاجة من الدنيا وراضي حتى لو ده هيوجعني جامد، وحتى لو مش هتجوز أبدا. بس أنا إزاي هكسر قلب البنت اللي هتجوزها؟ دي اخترت الفستان وفرحانة وكل حاجة ماشية تمام، وما صدقت نفسيتها ظبطت بعد ما موت والدها من سنة. مش عارف ربنا هيسامحني، انا غصب عني والله ومش عارف اعمل ايه. بص، مبدئيا انت راجل محترم وربنا يصبرك ويقويك وعايزك تعتبر الموضوع ده، لان انت فيه حاليا اختبار من ربنا. تمام. فما تيأسش وما تزعلش، ما تاخدش الموضوع ايه بزعل. دي نقطة. برضه عايز افهم من حضرتك نقطة. يعني الحمد لله، يعني في الرسالة بتاعتك انت الحل بسيط. انا هجيب لك الحل وان شاء الله باذن الله الحل بسيط. بص، ما تلغيش اي حاجة. فرحك كمله زي ما انت زي كل حاجه، وما تغيرش اي حاجه. والبنت ملهاش اي ذنب، يعني البنت ملهاش ذنب في القصه دي، ولا انت برضه ليك ذنب. فانت حلك بسيط. انت بتقول لحضرتك ان المحكمه القضيه جلستها متحدد لها جلسه قبل الفرح بكام؟ باسبوع. خلاص انت قدم الفرح. خلي مثلا انت مثلا عرفت الجلسه يوم كذا، خلي الفرح قدم. انت في ايدك دلوقتي لسه قدامك شهرين زي ما انت قلت، فقدم الفرح قبل الجلسه باسبوعين، بحيث يبقى انت هربت من النقطه دي وهربت من المغرز دوت. فدوت صدقني لو بحل كويس معاك. اتحجج باي حاجه وغير وقدم ميعاد الفرح، وباذن الله خير. يبقى انت كده عديت النقطه دي. تمام. دي نقطه. والله بعد الجواز، لو بس يعني حاجه دي اختيار. اهم حاجه دي مراتك، يعني اللي هي ان شاء الله تبقى مراتك، هتفضل ده تبقى مراتك. فانت مثلا لو عرفت انت مثلا تتصرف في فلوس بحيث تسدد على ابوك، فده ابوك مهما كان مهما عمل انت ومالك لابيك. فهمتني؟ فحاول تسد عنه. بس لا، الدنيا ضيقه معاك، ممكن تميل لمراتك وقلت لها يا بنت الناس معلش. ولو خدت مثلا الدهب بتاعها، بس طبعا برضاها وبعلمها، وخدت الدهب بتاعها وبعته وسددت لوالدك، فيبقى انت كده ايه، ضربت عصفورين بحجر. يبقى انت منها اتجوزت وسددت فلوس والدك. واهم نقطه، لازم تقعد مع والدك بالادب وبالاحترام وباللين وتفهمه، قول له يا بابا انا المره دي حصل كذا وساعدتك، المره الجايه يا والدي انا مش هقدر افيدك باي حاجه. ولو قررت منه انا بقولها لك، يعني صدقني، لا، ان هو لازم يعرف ان كل اللي بيعمله دوت هيتجازى عليه، وكل حاجه بيعملها تمام هيبقى لها عواقب. تمام. فانت هتقول انا وقفت معاك المره دي وما اقدرش اتخلى عنك، بس يا والدي انا المره الجايه مش هقدر اطلع من قوت عيالي جنيه. انا بيت دلوقتي راجل متجوز وعندي بيت وزوجه مسؤوله مني، وان شاء الله بكره وبعده جايين عيل. تمام. يبقى انت القصه معاك باذن الله بسيطه، وزي ما قلت لك قدم الفرح وربنا يتم لك على خير. والبنت دي ملهاش ذنب في اي حاجه، ولا انت ليك ذنب، وده اختبار من ربنا وربنا بيحبك وان شاء الله خير.